في بلادنا خاصة ما زالت دولة ناقصة، دولة غير مكتملة البناء، باعتبارها لم ترقى بعد إلى مصاف دولة القانون والمؤسسات. ونحن نصبو إلى بناء هذه الدولة، وبالتالي نصبو إلى بناء مجتمع مدني مكتمل للبناء على غرار ما هو موجود في البلدان المتقدمة. لكن رغم ذلك نقول ويجب أن نقر بأنه عندنا معناها التشكل للمجتمع المدني في بلادنا مازال في طوره الأول، وهو ينمو ويتطور بحسب تطور واقعنا الاجتماعي في تونس. النسيج الجمعياتي اللي هو يشكل حلقة الوصل ما بين الدولة كمؤسسة أو كمجموعة مؤسسات وما بين المجتمع، ما بين العائلة، ما بين المجتمع في عمومه، يلعب دور كبير جدا في تأمين الصلة بين الطرفين، وفي معناها التنبيه إلى المشاكل التي تحدث داخل هذا المجتمع. النسيج الجمعياتي، ونقول النسيج الجمعياتي وعلى رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى رأسه رابطة حقوق الإنسان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولا أنسى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. معنى هذه ثلاث حلقات ليست الوحيدة، إنما هي أهم الحلقات اللي مكونة والمشكلة للمجتمع المدني في بلادنا خاصة ما زالت دولة ناقصة، دولة غير مكتملة البناء، باعتبارها لم ترقى بعد إلى مصاف دولة القانون والمؤسسات. ونحن نصبو إلى بناء هذه الدولة، وبالتالي نصبو إلى بناء مجتمع مدني مكتمل للبناء على غرار ما هو موجود في البلدان المتقدمة. لكن رغم ذلك نقول ويجب أن نقر بأنه عندنا معناها التشكل للمجتمع المدني في بلادنا مازال في طوره الأول، وهو ينمو ويتطور بحسب تطور واقعنا الاجتماعي في تونس. النسيج الجمعياتي اللي هو يشكل حلقة الوصل ما بين الدولة كمؤسسة أو كمجموعة مؤسسات وما بين المجتمع، ما بين العائلة، ما بين المجتمع في عمومه، يلعب دور كبير جدا في تأمين الصلة بين الطرفين، وفي معناها التنبيه إلى المشاكل التي تحدث داخل هذا المجتمع. النسيج الجمعياتي، ونقول النسيج الجمعياتي وعلى رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى رأسه رابطة حقوق الإنسان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولا أنسى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. معنى هذه ثلاث حلقات ليست الوحيدة، إنما هي أهم الحلقات اللي مكونة والمشكلة للمجتمع المدني في